اهلا بيكم يا جماعه. السامسونج جالاكسي اس 8 والاس 8 بلس اول لما نزلوا كل الناس اللي مسكتهم شكرت فيهم جدا بشكل حتى ممكن يكون مبالغ فيه شويه، وده تقلقني لان مفيش اي جهاز في الدنيا من غير عيوب. النهارده انا قررت ان انا اركز على نقطه العيوب والمميزات بتاعه الجهازين دول ونعرف كل حاجه عنهم. معاكم احمد كمال من اي كي ريفيو ومراجعه كامله لجهاز السامسونج جالاكسي اس 8 بلس. احلى حاجه واكتر حاجه هتشدك في السامسونج جالاكسي اس 8 او الاس 8 بلس هي التصميم بتاعه. ديت اكتر نقطه فيها تطوير كبير جدا عن الاجهزه اللي قبل كده، واكتر حاجه هتشدك في الجهازين بمجرد ما تمسكهم في ايديك. الجهاز مريح جدا في الايد رغم انها كان معايا بلس اللي الناس هجمت فيه شويه وحست ان هو كبير، لكنه 6.2 انش بالاسبكت ريشيو الجديده اللي هي 18.5 ل 9 كانت تعتبر كويسه جدا في رايي، مخليه الجهاز مريح في الايد وما تحسش ان هو حجمه كبير قوي. حتى الناس اللي حست ان الاس 8 بلس حجمه كبير كانت بتمسك الاس 8 تشوفه مناسب، تقدر تتعامل مع الاس 8 بالكامل بايد واحده رغم ان شاشته 5.8 انش، ولكنه يعتبر جهاز كومباكت، ابعاده تعتبر قليله او صغيره فتقدر تمسكه بايد واحده من غير ما يضايقك. رغم ان سامسونج احتفظت بنفس روح التصميم بتاعها في جهاز الاس 8 والاس 8 بلس عن الاجهزه اللي كانت موجوده قبل كده من اول جيل الاس 6 والاس 6 ايدج والاس 7 والاس 7 ايدج لحد دلوقتي، الا ان في بعض التغييرات ملحوظه. اول حاجه هتاخد بالك منها طبعا هي ان الهوم بوتون اتشال واتنقل ورا، او مش اللي اتنقل ورا هو الهوم بوتون، هو الفينجر برنت سكانر بس. الهوم بوتون مازال قدام في النافيجيشن بار، شغال ب 3 دي تاتش او فورس تاتش زي اللي عاملاها ابل، والحقيقه رغم ان هو كويس جدا ولكنه مش هيديك احساس الكليك اللي ابل بتديهولك في جهاز الايفون 7 بلس او الايفون 7 مثلا. شخصيا شايف ان هم خلوها نافيجيشن بار بدل زرار فيزيكال للهوم بوتون، شايف ان ده قرار ممتاز جدا لانه خلالك الشاشه اكبر وبتفيدك في وقت الفيديوهات كتير. على اليمين كالمعتاد عندك زرار الباور، وعلى الشمال زرار الفوليوم اب والفوليوم داون، ولكن زياده معاهم المره دي زرار البيكسبي، واللي انت غالبا مش هتستعمله في اي وقت من الاوقات لان بيكسبي حتى الان مش شغال بشكل عملي قوي، وتحس ان هو نسخه من جوجل ناو، حتى مفيش اسيستنت تقدر تتعامل معاه لحد دلوقتي. وللاسف سامسونج مش مديالك خيار انك تغير وظيفه الزرار دوت وتخليها مثلا لجوجل اسيستنت او انك تفتح الكاميرا او انك تعمل اي حاجه ثانيه، ولكن في برامج كتيره جدا على النت بتخليك تقدر تعمل دوت. وانا شخصيا كنت بحاول البيكسبي بوتون اخليه لجوجل اسيستنت اللي انا كنت بستعمله كالاسيستنت بتاعي الشخصي دايما. من فوق في الجهاز عندك مخرج الهايبرد سيم، يعني تقدر تحط شريحتين او شريحه وخط، ومن تحت عندك مدخل يو اس بي تايب سي 3.1. ال 3.1 ده تقدر ينقل 10 جيجا بت بير سكند ده نظريا. في مدخل كمان ل 3.5 ملم جاك، واللي ما بقاش موجود في اجهزه كتيره جدا في 2017، وما كنتش اتخيل ان انا اعتبر ديت ميزه موجوده في جهاز في يوم من الايام، ولكن هو ده الواقع اللي احنا بقينا مضطرين نتعامل معاه للاسف. في السماعات نفسها واللي انا كنت شايفها بصراحه محتاجه تتحسن ومحتاجه تكون ستيريو سبيكرز، احنا في 2017 ومحتاجين الاصوات تكون اعلى شويه من اللي بيديهولي الجهاز دوت، رغم ان الصوت ممكن يكون ناقي جدا ولكني كنت بعتبر الصوت ضعيف او مش قوي قوي. كنت حابب ان انا اشوفهم بيعملوا زي هواوي مثلا ويستغلوا الاير بيس اللي فوق او سماعه المكالمات بان هم يخلوها تشغل اغاني برضو مع السماعه اللي تحت او مع الفيديوهات تبتدي تشتغل هي كمان كسماعه في الجهاز دوت. سماعه المكالمات كده كده موجوده، فشايف ان احنا المفروض نستغل كل حاجه نقدر نستغلها فيه. الفينجر برنت سنسور خلوا مكانه ولاول مره من اي شركه يكون ورا جنب الكاميرا مش تحتها. بصراحه بالنسبه لي كان المكان ممتاز جدا، ولكن ناس كتيره بتتلخبط ما بين المكان وما بين الكاميرا، فالكاميرا طبعا لو انت لمستها بصباعك بتخلي الصور سمادجي او مش باينه بشكل كويس قوي. اما بالنسبه لي كنت شايف المكان ممتاز، وبمجرد ما بمسك الجهاز في ايديا بيبقى بالصدفه صباعي محطوط على الفينجر برنت سنسور بالظبط، فشايف ان هو مكان ملائم قوي بالنسبه لي. اما مشكلتي مع الفينجر برنت سنسور نفسه فان هو كان بياخد وقت شويه مع بال ما يفتح، ما كانش بنفس سرعه باقي الشركات. المكان نفسه ما عنديش مشكله فيه، ولكن سرعه الفينجر برنت سنسور شايف ان هي المفروض تتحسن عن كده، خصوصا ده جهاز فلاج شيب من سامسونج. بالحديث عن وسائل الامان ففي عندك برضو الايرس سكانر. الايرس سكانر بتقدر تستعملها بانك تفتح الموبايل ببصمه عينك، ما بتحتاجش ان انت تستعمل صباعك اصلا في الموضوع تماما. شخصيا شايف ان هي ممتازه جدا وهتتعود عليها على طول بمجرد ما تبتدي تتعامل مع الجهاز وانك بتظبطها كل مره صح.
هي بس ما كانتش بتشتغل وقت ما كان بيبقى فيه شمس جامده قوي، لان الانفراريد او الاشعه تحت الحمراء بتاعه الشمس بتتداخل مع السنسور بتاع الايس سكانر، فكان بيخليها ما تشتغلش كويس لو في شمس، بالتالي هتضطر تقف في حته ظل. لكن لو الدنيا مظلمه خالص برضه كانت هتفضل شغاله كويس جدا. بالنسبه لي الايرس سكانر كان هو الحاجه اللي انا بستعملها بشكل اساسي علشان افتح الجهاز بتاعي، والفينجر برينت سنسور كنت بستعمله وقت ما كان بيبقى فيه شمس جامده بس. اما بالنسبه للفيس ريكوجنيشن فبما انه مش وسيله حمايه امنه قوي لانها ممكن تخترق بمجرد صوره ليك، فما كنتش بستعملها تماما الحقيقه. من ناحيه الحمايه بتاعت الجهاز نفسه فهو IP68 يعني مضاد للميه بعمق 1.5 متر لمده 30 دقيقه، ومضاد للاتربه برضه. الجهاز متغطي بالكامل بكورنينج جوريلا جلاس 5، ده معناه ان هو المفروض يكون مضاد للصدمات او الوقوع، ولكن بما ان الجهاز مصنوع من الازاز بالكامل فشخصيا شايف ان انت لازم تشتري له جراب وسكرين بروتكتور، لان اي وقعه في جهاز معمول من ازاز غالبا هيتكسر. شاشة ال SA بلس هي شاشة 6.2 انش من نوع سوبر اموليد بجودة 529 بكسل بير انش. الشاشة رغم ان هي QHD ولكنها مظبوطة في السيتنجز بتاعت الجهاز على FHD، يعني تقريبا الجودة المتوسطة ما بين ال HD وال QHD. سامسونج عاملة كده علشان توفر لك في البطارية بتاعت الجهاز اكتر، ولكنك تقدر طبعا بالسيتنجز ان انت توفر اكتر في البطارية عن طريق ان انت تخلي الشاشة HD او تستهلك البطارية اكتر، ولكن تاخد اكتر حاجة او احسن حاجة في الشاشة بانك تخليها QHD. في جميع الحالات الالوان ممتازه والتفاصيل ممتازه وكل حاجه في الشاشه ديت كويسه جدا. سامسونج دايما اقوى شاشه في كل سنه وانا متعود منها دايما على كده، فشخصيا مش هستغرب ان في اخر 2017 ان هما يعلنوا ان الاس 8 والاس 8 بلس احسن شاشه نزلت السنه دي. من الحاجات الظريفه برضو في الشاشه واللي سامسونج شاطره فيها ان حتى وانت مقلل على اتش دي فغالبا مش هتاخد بالك من فروقات في الجوده خالص. هعرض لكم دلوقتي 3 صور متاخده بالاتش دي والكيو اتش دي والاف اتش دي، وغالبا مش هتاخد بالك او مش هتعرف انهي فيهم هي الخاصه بكل واحده. وده ظريف في الحقيقه لان انت هتحتاج غالبا تخلي الشاشه على جوده اتش دي علشان تاخد احسن حاجه في البطاريه. البطاريه بتاعت الجهاز 3500 ملي امبير، ولكنها كانت في رايي ضعيفه على الشاشه الاف اتش دي. في الاف اتش دي كانت بتقعد معايا حوالي 4-5 ساعات سكرين اون تايم، دلوقتي يعتبر وقت قليل جدا، فكنت دايما بقلل جوده الشاشه وافضل ان انا اخليها اتش دي بحيث ان هي تديني حوالي 6 أو 7 ساعات سكرين اون تايم. بالنسبه للكيو اتش دي فما كنتش اقدر اتعامل معاها حتى لانها بتستهلك البطاريه بشكل فظيع جدا، ممكن حتى تقعد معايا حوالي 3 ساعات سكرين اون تايم بس او 4 ساعات بالكبير. ولكن زي ما قلت قبل كده غالبا مش هتاخد بالك من الفرق ما بين الاتش دي والكيو اتش دي والاف اتش دي في استعمالك في الجهاز في العادي، سواء في الشمس او سواء في ظروف الاضاءه العاديه. بالحديث عن بطاريه الجهاز فهو بيشحن في حوالي ساعه ونص تقريبا، ده وانت قافل الشاشه. انما وانت مشغل الشاشه نفسها سامسونج كانت بتعمل حركه مش ظريفه ان هي بتقفل الفاست تشارجنج، وبالتالي كان الجهاز بدل ما كان بيشحن في ساعه ونص بقى يشحن معاك في حوالي 3 ساعات تقريبا لو انت مشغل الشاشه بتاعت الجهاز. شخصيا عاذر سامسونج ان هي مش مكبره البطاريه عن كده وان هي بتقفل الفاست تشارجنج طول ما انت بتبقى مشغل الجهاز، لانها بالتاكيد خايفه تكرر نفس الكارثه اللي حصلت في النوت 7 قبل كده واللي كان المشكله بتاعته بسبب البطاريه. الجهاز اداؤه طبعا سريع جدا وسلس جدا، شغال النسخه العالميه بتاعته باكس نسخه 8895 مع مالي جي 71 ام بي 20، وديت النسخه اللي موجوده في مصر. النسخه اللي موجوده في يو اس اي هي سناب دراجون 835 مع ادرينو 540. وشخصيا شايف ان النسخه الاكس نسخه 8895 او اللي هي النسخه العالميه والمتاحه في مصر احسن من السناب دراجون 835. ممكن تكون مش هتاخد بالك من الفرق قوي من الناحيه العمليه، ولكن الفرق بالنسبه لي موجود لصالح الاكس نسخه 8895. اداء الجهاز رغم انه بيجي ب 4 جيجا بايت رام مع 64 جيجا بايت انترنال ستورج، ومعظم الشركات بدات تحول ل 6 جيجا بايت رام، وشايف ان سامسونج كانت المفروض تاخد القرار دوت في الجهاز الفلاج شيب بتاعها، خصوصا ان هي عملتها في سلسله ثانيه قبل كده، ولكنه يظل اداء ممتاز ما فيهوش اي مشكله. بتنقل ما بين الابلكيشن بسلاسه جدا وبسهوله جدا، الالعاب بيشغلها بكل قوتها بدون اي مشكله فيها. كاميرا الجهاز الخلفيه 12 ميجا بكسل مع ابرتشر اف 1.7. الناس في الاول كانت فاكره ان هو نفس الكاميرا بالظبط بتاعت الاس 7 ايدج، ولكن اكتشفنا بعد كده ان هو بيجي بايمج سنسور مختلف شويه واحسن بشكل طفيف قوي عن الاس 7 ايدج. لكن نقطه التحسين جامد في الكاميرا بتاعت الجهاز دوت هي الايمج بروسيسنج. الايمج بروسيسنج بيسمح لك ان انت بتاخد صور كتيره قوي في لحظه واحده وبيدمجهم مع بعض بحيث ان هو يطلع لك صوره ممتازه. انت ما بتعملش حاجه او ما بتظبطش حاجه علشان تشغل الميزه ديت، هي ميزه شغاله على طول، والجهاز التصوير بتاعه سريع جدا فمش هتاخد بالك ان هو بيعملها اصلا. وكالمعتاد وقت تجربه الجهاز دوت بشكل عملي الكاميرا بتاعته تظل واحده من احسن الكاميرات اللي جربتها لحد دلوقتي، رغم ان سامسونج بتحب تعلي الساتوريشن شويه والتشبع في الالوان، ولكن الصور كانت بتبقى واقعيه جدا ممتازه جدا
سواء في الليل وفي النهار، وده انا كنت مستغربه في الليل لان انا كنت متوقع اشوف شويه نويز، ولكن الحقيقه الصور كانت بتبقى كويسه جدا وما فيهاش اي مشكله من ناحيه النويز بتاعه الصور. الدايناميك رينج في الكاميرا يعتبر عالي، والاوتو فوكس فيها هو تقريبا اسرع اوتو فوكس موجود في السوق دلوقتي. الكاميرا الاماميه على الناحيه الثانيه كان فيها تحسينات شويه عن قبل كده، بقت بتيجي ب 8 ميجا بكسل مع ابرتشر اف 1.7، وعلى عكس قبل كده الصور كانت بتبقى ناعمه قوي بشكل مبالغ فيه وما بتبقاش حاده ومبينه تفاصيل كويس. الاس 8 والاس 8 بلس رغم ان معالجه الاضاءه فيها كويسه جدا والالوان ممتازه، ولكن برضه يظل الصوره ناعمه الى حد ما، فلما بتقرب جامد التفاصيل او الشاربنس بتاعت الصوره بتبتدي تخف جامد قوي. ودي حاجه برغم ان هي اتحسنت عن الاجيال اللي قبل كده في سلسله الاس، ولكن شايف ان هي محتاجه تحسين برضه اكتر من كده. رغم اني كنت احب اشوف شويه حاجات احسن في الجهاز، زي ان هو يجي بالتراسونيك فينجر برينت سنسور، ان هو يجي بدول كاميرا، ان الكاميرا الاماميه تتحسن عن كده شويه، وان البيكسبي بوتون ينزل بشكل فعال ما استناش تحديث لحد ما يشغله. وبالنسبه لي شخصيا كانت حاجه مهمه قوي ان هو يجي بستيريو سبيكرز، ولكنه يظل حتى الان احد اجهزتي الاساسيه اللي انا بستعملها بشكل يومي. الجهاز بيجي بتصميم تحفه مضاد للميه، واحده من اكتر وجهات المستخدم اللي انا بحب استعملها شخصيا، اداء فوق الممتاز، كاميرا ممتازه، وشاشه ما اظنش ان احنا هنشوف اي منافس ليها السنه دي بصراحه. هيظهر لك فوتنج دلوقتي تقدر تجاوب عليه، وما تنساش تشاركني برايك في الجهاز في الكومنتات. اعمل لايك لصفحتي على الفيسبوك ولايك للفيديو دوت وسبسكرايب لقناه اليوتيوب. كان معاكم احمد كمال من AK ريفيو، استنوني في الفيديو الجاي.